هتكلم بقى في الفيديو ده عن الناس اللي بتدور على عربيات في رينج 120,000 130,000، وتكون العربية ينفع تشتغل اوبر او اوبر وكريم وان درايفر وديدي. ممكن يكون هو عايز يجيبها مثلا يشتغل هو عليها بعد شغله، او عايز مثلا يجيبها لاخوه هو في الجامعة مثلا يشتغل عليها بدل ما مثلا عنده وقت فاضي كبير. المهم فبيكون الرقم المتاح معاه دلوقتي ما يجيبش عربية كويسة بسبب غلو العربيات وارتفاع الاسعار. واقل عربية دلوقتي ب 250,000 230,000، ولازم تحديدا يكون الموديل بتاعها عالي من فوق ال 2008 عشان تنفع تشتغل، لان الشركات دي ليها شروط. فالعربيه لازم تكون سليمه، تكون من بره صاجها كويس، تكون فوانيسها سليمه، ازازها مش مكسر او ما فيهوش اي شروخ، صالونها تمام، كراسيها تمام، تكييفها شغال، لازم يكون تكييفها شغال بيتجرب. كاوتشها لازم يكون انتاج حديث، مش اي كاوتش وخلاص محطوط في العربيه. فانت هتضطر تدور على العربيه تكون موديلها حديث ويكون يتوفر فيها كل الشروط دي. فالمشكله ان انت مش هتلاقي ب 250 و 230 وانت معاك 120,000 او 130,000 او 150,000. فايه العربيه المتاحه اللي انت تقدر تجيبها في الرينج اللي معاك ده، اللي هو ال 120 130، عشان انت تبقى عمال يعني شايف ناس كتير قوي بتسال السؤال ده. هي افضل عربيه تجيبها في الرينج ده هتكون يتوفر فيها كل المواصفات دي وموديلها عالي، هي الاسبرانزا اي 516. هي اللي ظاهره معانا على الشاشه دي. العربيه دي بتنزل، الناس كلها هتستغرب ان هي ليه حديثه وموديلها عالي وفيها ازاز كهرباء وتكييف وباور وسنتر وفيها مميزات كتير وجنوط سبور والكلام ده، ورخيصه. مش عشان هي صيني بس، طب ما في عربيات صيني غاليه جدا زي البي واي دي والام جي والبريليانس، وفي عربيات كتير والجيتور، في عربيات كتير صيني غاليه معديه المليون جنيه كمان. فمش معنى ان هي صيني تبقى رخيصه، لا، هي عشان اول ما نزل كان فيها عيب. العيب ده انتشر قوي في التاكسي، اللي هنا كانت منتشره في التاكسي اكتر. ممكن تكون ما ظهرتش مع ناس معاها عربيات ملاكي كتير. كانت في التاكس، اول ما الناس جابتها ما كملتش سنه والموتور بتاعها ابتدى يبوظ، يدخن، يجيب زيت، عايزه تغير مكنه. فالناس اقترحت قالت ان الموتور بتاعها مش افضل حاجه ان هو تغيره وتجيب واحد جديد مكانه او واحد استيراد زيه، هيفضل برده في نفس المشكله. فافضل حاجه ايه؟ التعديل. قال لك تنزل الموتور بتاعها وتجيب موتور بتاع لانسر اللي هو بتاع ياباني. فممكن تجيبه 1600 1800 2000 سي سي. المهم ان هو بيتسجل على الرخصه 1600 حتى لو انت ركبت ال 2000 سي سي. والناس كده كده بتركب ال 2000 عشان هو شديد والعربيه جسمها تقيل، فهيبقى افضل. هو بياكل بنزين وكل حاجه، بس انت ممكن تعوض الموضوع ده بما انك انت هتشغل العربيه، يعني تعوض الموضوع ده بايه؟ بان انت تركب غاز. يعني هتلاقي العربيه معاك ايه؟ كويسه. فانت بتعدل، بتجيب موتور بفتيس، وتعدل، تغير العفشه، فتلاقي العربيه عندك كلها اتقلبت بقى كانها ياباني. هو الجسم بس من بره هو الصيني او شكل الاسبرانزا، لكن العربيه كلها بقت ياباني. بالمره بتزيد طبعا مع اللي انت لما تيجي تغير الموتور بالفتيس. فانت بتلاقي مثلا ده واقف عليك ب 30,000 جنيه مانوال، ب 35,000 جنيه اوتوماتيك. فبالمره بتروح ايه؟ جايبه فتيس اوتوماتيك، بتبقى جايب اكنك راكب عربيه لانسر اوتوماتيك، بس الشكل من بره بس هو اللي ايه؟ اللي مختلف. فتكون العربيه موديل 2008 2009 2010، في منها لغايه 2013. بس هو اشهر اكتر موديلات فيها هي 8 9 10. هي دي الموديلات الكتيره اللي هتلاقيها منتشره قوي في الاسبرانزا. فانت لو بتدور على العربيه في الرينج ده، افضل عربيه هتلاقيها هي الاسبرانزا ايه 516. هتجيب العربيه لو عليها موتورها وشغال كويس الحمد لله، هاتها وكمل بيها على كده. لقيت موتورها عايز يتظبط او في مشاكل او تبقى عامل حسابك ان انت هتغير الموتور بالفتيس وترمي الموتور القديم. الموتور بتاعها مش رخيص. انت عشان تجيب الموتور بتاعها وتركب له معاه فتيس اوتوماتيك بالتركيب بالفك بالصيانه بالكلام ده، ممكن يعمل له حوالي 38,000 جنيه، ممكن يخش في 40,000 جنيه. في ناس متخصصه في الزقازيق، وفي ناس منها في القاهره. بس انا يعني اللي اعرفهم كام اسم كده في الزقازيق، تودي لهم العربيه وتختار من عندهم الموتور وتجربه على الارض، وبعد كده يركب في العربيه. الموضوع ممكن ما ياخدش يومين بالظبط، تلاقي العربيه كلها ايه؟ اتعدلت. فانت لو بتشتري عربيه وصاحبها قال لك دي جايبه موتور، يعني الموتور بتاعها ده لازم يتغير، تبقى انت عامل حسابك في 40,000 جنيه. لو هو بيتكلم في 130,000 جنيه، اديله 90,000 جنيه، وال 40,000 جنيه دول اللي انت هتعمل بيهم الموتور. او قول له يا عم انا هدفع 130,000 جنيه وانت عدل لي العربيه اوتوماتيك، قصدي يعني لانسر، وغير الموتور وادهاني. فتبقى عامل حسابك، ما يجيش هو يقول لك لا انا هبيعها لك ب 150 وهي عايزه موتور، فانت تروح حاطط 40 يبقى 190,000 جنيه. لا، يبقى انت كنت رحت جبت افيو او لانوس بقى، يعني كنت جبت فيرنا مثلا. كده كده بما انك طلعت لغايه ال 190، انا اللي بتكلم فيه ده اللي هو من 150 وانت نازل. هي افضل حاجه الاي 516. فانت لما تعدلها العربيه هتبقى متاحه معاك حديثه،
هيبقى موتورها كويس، هتبقى اوتوماتيك معاك، هتبقى سهله، العربيه واسعه، شنطتها واسعه، العربيه عاليه عن الارض، قطع غيارها الى حد ما مش غاليه ومش رخيصه، يعني متوسطه بس موجوده طبعا ومنتشره. فانت لو عايز تجيب عربيه تشغلها وتكون كويسه وحملت اسير، هتجيب الاسبرانزا ايه 516. انت مش هتجيب العربيه عشان تشغلها ومش فارق معاك الموديل، ما تجيبش اسبرانزا ايه 516 وشوف دايو لانوس 2003 2004، شوف رينو، شوف اي حاجه موديل 2005 2006 في الحاجات الرينج ال 130 140 الكلام ده. ومش لازم تجيب فوق ال 2008، انا بتكلم في الموديل لو مأيدك عشان تشغلها اوبر او عشان يبقى موديلها حديث، لو انت عايز تشغلها في اي شركه بعيدا عن شركات النقل الذكي. يعني لو عايز تشغلها في شركه معينه برضو بيتكلموا في الموديل، فالاحسن انت تجيب موديل عالي 2008 2009 2010 وانت تعملها ايه، لو انت تغير لها موتور على ايدك. لو هي معدلها ومغير لها موتور وفتيس وبتاع وانت تشتريها منه كده، برضو تراجع العربيه، لان التعديل في العربيه دي فيها 4 كنترول، ففيها كهرباء كتير، ففيها تكنولوجيا كتير. فكل ما كترت التكنولوجيا جوه العربيه وكترت الحساسات والفيوزات وكده، كترت الاعطال، فانت كمان هتعدل. فانت لازم اللي يعمل العربيه يكون حد حريف وعملها قبل كده كتير، عشان مش كل شويه تلاقي فيوز ضرب، كنترول فصل، مش عارف ايه، تلاقي العربيه مش عايزه تقول خالص، فتيس يفصل، كنترول يفصل، تلاقي العربيه بطلت منك في حته انت العربيه ممكن تشتغل بيها، فتروح بيها اماكن بعيده بالليل وضلمه وبتاع فبهدله. فانت العربيه لو هتعملها انت، هتعدلها انت اوتوماتيك بفتيس لانسر، لازم تبقى واقف مع الراجل ايدك بايده وتبقى متاكد ان هو عمل كذا عربيه قبل كده، يعني الموضوع بالنسبه له بقى تافه. او اللي انت واخدها منه تبقى انت شايف العربيه قدامك شغاله زي الساعه، او تكون عليها موتورها وتكون العربيه كويسه وتمام، خلاص خدها منه وامشي بيها وجرب، يمكن العربيه تقعد معاك سنتين ثلاثه ما تحتاجش حاجه، ويبقى موتورها ده كويس، يعني ماشي عليها كويس، يبقى وشك حلو عليها، العربيه تفضل كويسه ولا تحتاج تعدل ولا تغير موتور ولا حاجه. ده بالنسبه ايه لو انت حبيت تجيب عربيه في رينج من 100 وانت طالع لحد ما توصل لل 140 145، ده رينج الاسبرانزا 516. مهما كانت حاله العربيه، الاسبرانزا 516 سليمه لسه خارجه من الاجانس نظيفه، عمل فيها البدع، ما تكسرش ال 150 الف جنيه، هتدفع فوق ال 150 الف جنيه زياده. دور على لانوس 2010 او 2009 او 2011، او لو هتعلى اكتر من كده يبقى تلجأ للفيرنا والبي واي دي الاف 3، لكن تحت ال 150 هات اسبرانزا 516. هتعلى هات اللانوس او الفيرنا عشان اغلى منها شويه. هتوصل لل 200 الف جنيه هتجيب بي واي دي، ودي عربيه ما فيهاش كلام، عربيه محترمه، حماله اسيه، واسعه، عاليه، ما فيهاش الهوا، شغاله اوبر بغزاره في الشارع، ما حدش بيشتكي منها، قطع غيارها منتشره جدا، موتورها كويس، ولو الاحسن لو انت جبت موتور العربيه اللي يبقى عليها موتور موتسوبيشي مش اللي عليها موتور الهوندا، دي بقى عربيه روعه. ده لو انت وصلت الليفل ال 200 الف جنيه، لكن بتتكلم في 150 وانت نازل، يبقى هتجيب اسبرانزا ايه 516. ولو كانت العربيه كانت تاكس قبل كده وصاحبها لسه سايبها بيضه زي ما هي، بس غير النمر وجاب لها النمر ملاكي زرقاء، انت خد منه العربيه. لو العربيه عجبك بلونها اشتغل بيها باللون ده. لو لقيت الشركات رافضه اللون الابيض، لان ساعات ما بيرضوش يشغلوا عربيات ابيض من العربيات اللي كانت شغاله تاكس قبل كده، تحديدا الفيرنا واللانوس والاسبرانزا والبي واي دي، يبقى هتغير لونها واعملها نصيحه مني لون يكون العربيه كانت نازله بيه في العربيات المنتشره في الشارع من الاسبرانزا، يعني ما تعملش لون غريب. الاسبرانزا مثلا كانت نازله بلون نبيتي وفراني واسود وسماوي واحمر مثلا وسيلفر، فانت روح شوف انهي لون فيهم اللي عاجبك، وحاول تجيب رقم اللون من على الشاسيه بتاع العربيه بتاع عربيه واحد صاحبك او واحد في الشارع، اطلب منه الرقم، او خش على جروب الاسبرانزا واطلب الرقم، خد الرقم بتاع اللون السيلفر ده واديه للراجل البوهياجي، وهو هيطلع لك اللون من بره بالظبط سيلفر. اللي هيشوف العربيه من بره يفتكر العربيه دي كانت نازله ملاكي باللون السيلفر ده. تعملش لون ما كانش موجود في العربيه، الناس لما تشوف العربيه هتعرف ان العربيه دي مغيره لون، الا بقى لو فتحت الباب، بصت على الكبوت، بصت على الشنطه. لكن طول ما مظهر العربيه من بره انت عامله لون كان موجود في العربيه اصلا منتشر، يعني ممكن يكون واحد جارك في الشارع كان جايبها زيرو ملاكي بلونها الفضي، انت تاخد منه الرقم بتاع اللون وتعمله نفس اللون. لو وقفت العربيتين جنب بعض محدش هيعرف، طول ما البيبان مقفله والكبوت والشنطه محدش هيعرف ان العربيه دي كانت بيضه ورشت من بره لون. لكن لما تعملها مثلا لون اخضر، ازرق، الالوان اللي ما كانتش نازله في الاسبرانزا دي، طبيعي اللي هيبص للعربيه هيعرف ان العربيه دي ايه
مغيره لون. دي حاجه هترجع لك انت، يعني دي حاجه بينك وبين راحتك انت، دي عربيتك وانت حر فيها. بس انا بنصحك اي عربيه هتكون هتغير لها لون اعملها لون كانت العربيه نازله بيه. عندك 5 6 اختيارات انا متاكد منهم، اللي هم الكحلي والاسود والسيلفر اللي هو الفضي والفيراني والنبيتي والسماوي، وفي شويه الشامبين اللي هو اللون الذهبي. اللون اللي يعجبك في دول اعمله، لكن ما تروحش تعمل لون ما كانش العربيه نازله بيه. هيعرفوا يعني اي حد يبص العربيه من بعيد هيشك ويعرف ان العربيه دي كانت تاكس او مغيره لون، فده مش مستحب. انت بتحاول بقدر الامكان تقرب العربيه من ملاكي وتمحي خالص ان هي كانت شغاله ايه، كانت شغاله تاكس. هتغير اللون من بره، العربيه من جوه تروق، تغير لها فرش، غيرت الموتور والفتيس، العربيه بقت اوتوماتيك. انت راكب عربيه ملهاش حل، فانت تعمل الحاجه مظبوط. هتصرف، بس العربيه هتبقى راكب عربيه في نفس مستوى العربيات اللي هي ب 400 و500 الف جنيه، زي الكيا سيراتو واللانسر شارك واللانسر بوما والالنترا وكده. معاك موتور لانسر، معاك فتيس اوتوماتيك، العربيه واسعه، العربيه عاليه، وكمان لو انت مركب لها غاز ورشتها من بره لون، انت مش محتاج اي حاجه تاني، وكل ده في رينج ال 150 الف جنيه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، واتفرج على الفيديوهات اللي فاتت على القناه.